بيبدأ الملخص بتاعنا مع البت التخينة جدا تينا، وهي بتصحى من النوم مفزوعة وبتكون بتحلم بكابوس وحش قوي، والناس كلها بتتريق عليها وبيضحكوا على وزنها الكبير لأنها بتكون فوق ال 200 كيلو ومش بتكون عارفة هي فين ولا ايه اللي بيحصل. وأول لما بتصحى بتقول لنفسها إن آخر حاجة هي فاكراها إنها كانت في الحفلة اللي أختها الشريرة يونج عملتها مخصوص عشان تهينها، وبترجع بذاكرتها لورا شوية وبتفتكر انها اول لما دخلت الحفلة اختها يونج اتعمدت تشنكلها وتوقعها على الارض قدام كل المعازيم عشان تحرجها وتخلي شكلها وحش، والناس فعلا بدأت تضحك عليها بصوت عالي ويقولوا انها اضحكت العيلة وفضحتهم بسبب وزنها الزايد ده. ويونج عشان تكمل اهانتها لاختها بتعرض ليهم على شاشة كبيرة فيديوهات كانت مصوراها لتينا وهي بتاكل بشراهة، وكمان بتجبرها تمثل معاها مشاهد مذلة ومهينة جدا قدام الكاميرا بما ان يونج بتحب التمثيل وعايزة تبقى مشهورة. ولما تينا بتسأل يونج وهي بتعيط هي ليه بتعمل معاها كده رغم انها اختها، يونج بترد عليها بكل قسوة وبتقول لها انها مش شرف ليها اصلا يكون عندها اخت تخينة ومنظرها مقرف بالشكل ده، وبتروح زقها جامد فتينا بتقع على الارض. وبتكتشف تينا في الوقت الحالي انها في اللحظة دي ماتت فعلا، ولكن دلوقتي هي رجعت للحياة من جديد عشان تاخد فرصة تانية تصلح فيها كل حاجة وتنتقم لنفسها. وبيظهر قدامها فجأة شاشة كمبيوتر غريبة وبنعرف ان ده السيستم وهو اللي رجعها للحياة تاني، والسيستم بيقول لها انها تقدر تستبدل وزنها الزايد ده بحاجات تانية مفيدة زي الذكاء الخارق او الجمال الساحر او الفلوس الكتير. ولما بتختار الذكاء السيستم بيقول لها ان ذكائها زاد بنسبة 60% وان وزنها يقل بنفس النسبة دي، لكن قبل ما تفرح بتدخل عليها امها بتشدها بعنف من السرير وبتسألها هي مستخبية في الأوضة ليه، وبتضربها بالقلم اول لما بيطلعوا الصالة لانها سابت الاكل في المطبخ ونامت. ويونج بتتدخل وبتقول لامها ان تينا معذوره اصلها غبيه وما بتفهمش. ولما تينا بتحاول تطلب من والدتها فلوس عشان تصرف على نفسها بيتريقوا عليها هما الاتنين وبيقولوا لها انها اكيد هتصرف الفلوس دي كلها على الاكل زي عادتها. واول لما والدتها بتطردها بره البيت عشان تروح تجيب طلبات تينا بتقرر تاخد قرار مصيري وبتطلب من السيستم انه يحول وزنها كله لذكاء لانها مش عايزه تفضل غبيه طول عمرها، وكمان يغير شكلها تماما عشان ما حدش يعرفها. وفعلا اول لما بتطلب الطلب ده بيغمى عليها في الشارع، ولما بتفوق وبتشوف نفسها في مراية حمام عمومي بتتصدم من المفاجأة لأنها بتلاقي نفسها بقت بنت تانية خالص رفيعة جدا وجميلة وملامحها جذابة، وبتتأكد ان السيستم ده شغال بجد وحقيقي. وساعتها بتفتكر كل لحظات الذل والإهانة اللي شافتها في حياتها القديمة، وخصوصا لما كانوا بيجبروها تطلع في الإعلانات بدور البنت التخينة الوحشة عشان أختها يونج تظهر جنبها في دور البنت الجميلة الرقيقة، وكانوا بيجبروها تاكل كميات أكل مهولة عشان وزنها يزيد وتفضل تخينة على طول، وبتوعد نفسها انها لازم تقف على رجلها وتكون قوية وتنتقم منهم كلهم على اللي عملوه فيها. وبتروح تينا عند ست كبيرة شغالة في مكتبة عامة وبتقولها انها عايزة تشتغل حارسة للمكتبة بالليل وتبات فيها عشان ما عندهاش مكان تروح له، وبتطلب من السيستم يعرف لها بياناتها الجديدة، وبتعرف ان وزنها بقى 52 كيلو بس، وان معدل ذكائها بقى عالي جدا وبيتراوح ما بين 78 و 130، وده مستوى عبقري مقارنة بذكائها القديم. وبتقرر انها لازم تستغل ذكائها ده وتزود معرفتها وثقافتها، فبتسأل السيستم هي محتاجة تنام كام ساعة عشان تفضل فايقة، فبيقول لها ان 4 ساعات كفاية قوي بمساعدة النظام، وعشان كده بتقرر تقضي باقي وقتها في القراية والاطلاع، وبتغير اسمها تماما عشان تقدر تدخل مجال التمثيل من جديد من غير ما اختها تعرف هي مين. وبنشوفها وهي رايحة ورشة تمثيل، واول لما بتدخل كل اللي في المكان بيبصوا عليها بانبهار بسبب جمالها وجاذبيتها، وبتسأل المخرجة المسؤولة هناك اذا كانت مناسبة للدور، فالمخرجة بتقول لها ان شكلها مثالي جدا وانها ممكن تاخد الدور ده فعلا، بس محتاجين يصوروا لها مشهد تجربة الاول عشان يتأكدوا من موهبتها. وفعلا بتبدأ تمثل قدام الكاميرا بأداء مبهر، والمخرجة بتعجب بيها جدا وبتقول لها انها تبعت الفيديو ده للمخرج الكبير وهو اللي ياخد القرار النهائي. وفجأة بيوصل المخرج الكبير المكان وبيكون معاه اختها يونج اللي بتكون بطلة المسلسل، ويونج بتشوف تينا بس مش بتعرفها طبعا بسبب شكلها الجديد واسمها المختلف، والمخرج بيبان عليه انه معجب جدا بيونج بس مش عشان تمثيلها ولكن عشان هي حبيبته ومنفذه له كل طلباته. وبعدها في وقت تصوير المشهد يونج بتقول الحوار بتاعها وهي متلخبطه جدا وادائها بيكون وحش قوي، وتينا بتستغل الفرصه وبتحاول تسرق منها الدور، فبتقول للمخرج المساعد انها حافظه الدور وممكن تجربه. واول لما بتبدا تمثل بتبهر كل اللي في لوكيشن بادائها القوي والمحترف، وبتبان انها موهوبه اكتر من اختها بمليون مره، والمخرج بيعجب بيها جدا وبيقرر ان هي اللي هتلعب الدور ده بدل يونج. وطبعا يونج بتتجنن من الغيره وبتتخانق مع تينا بعد ما بيخرجوا من الاستديو. ولما بيرجعوا للتصوير تاني بيكون في مشهد
انتحار المفروض يونج تمثله، وانها بتشنق نفسها لكنها بتقع من على الكرسي بشكل غبي، والمخرج المساعد بيتعصب عليها جدا وبيقول لها انها حتى مش عارفه تقف ثابته، وهي كالعاده بترمي التهمه على تينا وبتقول ان هي اللي بوظت لها تركيزها. لكن المخرج بيقول له انه مش عايز اعذار وانه عايز يخلص المشهد ده وينجز. وبالليل تينا بتكون قاعده لوحدها في المكتبه، والسيستم بيحذرها انها لازم تنام وترتاح شويه، فبتقول له انها ترتاح بس بتطلب منه طلب مهم، وهو انه يعرض لها سيناريو المسلسل كامل عشان تراجعه وتعرف لو في اي اخطاء او ثغرات. وتاني يوم فعلا بتروح للمخرج بتقول له على شويه ملاحظات ذكيه جدا في السيناريو، وبتقنعه يغير كذا مشهد عشان الحبكه تكون اقوى، وهو بيوافق على كلامها فورا لان كلامها بيكون منطقي جدا ومقنع. وبعدها المخرج صاحب يونج وحبيبها بيكمل انتقامه من تينا وبيخليها تقف في الشمس الحارقه لوقت طويل جدا كنوع من العقاب عشان اتجرأت وخدت الدور من حبيبته، ويونج بتكون واقفه بتتفرج عليها وهي بتتشمت فيها، وتينا عشان محتاجه الفرصه دي وما تقدرش ترفض بتضطر تستحمل وتقف في الشمس لحد ما وشها بيحمر وبتدوخ وما بتبقاش شايفه قدامها وبيغمى عليها فعلا. وقبل ما جسمها يقع ويخبط في الارض بيوصل شخص غريب بسرعه وبيمسكها وبيسندها في اخر لحظه، لكن هي من كتر الدوخه مش بتقدر تلمح وشه ولا تعرف هو مين اللي انقذها. واول لما بتفتح عينها تاني بتلاقي نفسها رجعت المكتبه اللي هي عايشه فيها، وبتلاقي الجده صاحبه المكتبه قاعده جنبها وبتهتم بيها وبتحط لها كمادات بارده على راسها. ولما تينا بتسالها مين اللي جابها هنا وازاي وصلت، الجده بتقول لها انها جت لوحدها وانها لقتها نايمه قدام الباب فدخلتها عشان ترتاح. وتينا بتستغرب جدا هي ازاي قدرت تمشي كل المسافه دي وهي مغمى عليها. واول لما الجده بتمشي وتسيبها عشان ترتاح بيظهر فجاه نور غريب في الاوضه وبتجسد قدامها راجل وسيم جدا، وبنعرف ان ده السيستم بتاعها وانه قرر يظهر لها في هيئه انسان عشان يساعدها. وبنعرف ان اسمه هان وبيطمنها وبيقول لها انه هيفضل جنبها الفتره الجايه دي كلها ومش هيسيبها لوحدها وسط الذئاب دول، وان هو اللي انقذها وجابها لحد هنا. وفي الوقت ده تليفونها بيرن وبتكون اختها الشريره يونج وبتكلمها بصوت مزيف كله حنيه وبتمثل انها خايفه عليها وبتقول لها انها سمعت انها اغمى عليها في التصوير وانها لازم ترتاح وما تجيش الاستديو بكره عشان صحتها. لكن تينا بتبص لهان وبتقول له انها فاهمه ألاعيب اختها كويس وانها مستحيل تسيب لها الساحه فاضيه، وان يونج بتعمل كده عشان تاخد كل حاجه لنفسها وتسرق مجهودها، ولازم تروح بكره غصب عن اي حد عشان تثبت وجودها. وفعلا تينا بتروح للاستديو تاني يوم وبتروح على مكتب المخرج وبتقدر بذكائها الجديد وقوه شخصيتها انها تاخد منه وعد صريح انه هيديها دور كبير ومهم في المسلسل، وانها ما بقتش كومبارس زي زمان. واول لما بتخرج من عنده بتقابل اختها يونج اللي بتكون واقفه هتولع من الغيره وبتتخانق معاها وبتقول لها ازاي تيجي الشغل بعد ما هي طلبت منها ترتاح في البيت. لكن تينا بترد عليها ببرود وثقه وبتقول لها انها مش وصيه عليها وانها تيجي وقت ما هي عايزه وتمشي وقت ما هي عايزه. وتاني يوم بيكون يوم مهم جدا وهو يوم تجارب الاداء الرسميه للدور الجديد، وهما الاثنين بيكونوا رايحين عشان يقدموا عليه. ويونج كالعاده بتستخدم اسلحتها الرخيصه وبتروح لحبيبها المخرج وبتطلب منه انه يكلم الراجل اللي بيمتحنهم عشان يتوصى بيها ويديها الدور. لكن لما بيدخلوا تجارب الاداء وبيبداوا يمثلوا مشهد قصاد بعض، تينا بذكائها وموهبتها اللي السيستم طورها بتقدر تثبت نفسها بقوه قصاد لجنه التحكيم وبتمثل المشهد باحترافيه شديده، وبتبين فرق مستوى رهيب بينها وبين اختها يونج اللي تمثيلها كله مصطنع وبلاستيك. والراجل بيقتنع جدا بموهبه تينا وقدرتها وبيشكرها جدا على الرغم من ان حبيب يونج كان موصي عليها قبل ما يدخلوا. وبعد ما بيخلصوا تجارب الاداء يونج بتقابل تينا بره وبتقولها بغرور انها كده كده تاخد الدور عشان هي البطله والكل في الكل. لكن تينا ما بتسكت لهاش المره دي وبتروح ضربها بالقلم على وشها وبتقول لها انها لازم تخف غرورها ده شويه لانها ما بقتش تينا القديمه اللي بتسكت على الاهانه. وبالليل تينا بتقعد مع هان اللي هو السيستم بتاعها وبيبداوا يتكلموا في الشغل وبيحطوا خطه للمستقبل. وتينا بتقول انها لازم تطور من نفسها وما تعتمدش على الدراما بس، وانها تدمج ما بين الكوميديا والرومانسيه والدراما في ادوارها الجايه عشان تقدر تاخد اعمال كتيره ومتنوعه وتثبت نفسها في السوق. وهان بيوافقها الراي وبيقول لها انها كمان لازم تعمل صداقات وعلاقات قويه في الوسط الفني عشان ده هيساعدها كتير. وفي الوقت ده بيوصل ايميل بخبر وحش جدا بيخضها، وهو ان المخرج بتاع المسلسل اتغير وجابوا مخرج جديد بداله، وهي بتترعب لان ده ما كانش موجود في حياتها القديمه وانها دلوقتي ما بقتش قادره تتوقع ايه اللي هيحصل. لكن هان بيطمنها وبيوعدها انه هيساعدها تتخطى اي مشكله. وتاني يوم تينا بتروح تقابل المخرج الجديد اللي هو كان مسؤول عن تجارب الاداء، وبتبقى عارفه انه بيفكر يجيب ممثله كبيره ومشهوره عشان تلعب دور البطوله عشان يضمن نجاح المسلسل. فبتروح وبتتكلم معاه بذكاء ودبلوماسيه وبتقول له انها متابعه كل اعماله القديمه وان اكتر حاجه كانت بتميزه وبتنجحه انه كان دايما بيخاطر وبيطلع وجوه جديده للساحه هم اللي بيكبروه بعد كده. لكن لما جاب ممثله قديمه ومستهلكه في مسلسل الامبراطور ده مش هيضيف اي حاجه جديده ليه ولا لتاريخه. والمخرج بيقتنع جدا بكلامها المنطقي ده وبيعتذر للممثله الكبيره وبيسمع كلام تينا. وبعدها المخرج بيقعد مع تينا لوحدهم
بيديها سكريبت جديد وبيقول لها مبروك انت هتلعبي دور الاميره في المسلسل، وهي بتفرح جدا وبتحس انها خطوه بخطوه بتحقق حلمها وهدفها في الانتقام. لكن فجاه بتوصل الممثله القديمه اللي اترفضت وبتدخل عليهم وهي متعصبه وبتقول للمخرج انها لازم تكون موجوده في المسلسل ده باي ثمن. فالمخرج بيحاول يهديها وبيطلب منها تروح ترتاح وهو يشوف هيعمل ايه. وتينا بذكاء بتستغل الموقف وبتقترح على المخرج دور تاني في المسلسل ممكن الممثله دي تعمله ويكون مناسب ليها، وفعلا المخرج بيوافق على اقتراحها وبيحل المشكله دي بحكمه. وبعدها تينا بتروح بنفسها للممثله الكبيره عشان تعرض عليها الدور الجديد اللي اقترحته وتطيب خاطرها، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي اختها يونج قاعده هناك وبتحاول تسخن الممثله ضدها، وبتقول لها ان تينا دي حيه وعايزه تسرق كل الادوار منهم سواء كبار او صغيرين وانها مش محل ثقه. لكن تينا بذكاء بتتجاهل كلام يونج تماما وبتعرض على الممثله الكبيره دور حبيبه الملك، وهو دور محوري ومهم في الاحداث. والممثله الكبيره بتعجب جدا بالعرض وبالدور وبتوافق عليه فورا، ويونج بتكون واقفه هتطق من الغيظ ومش فاهمه ازاي تينا بتقدر تكسب الكل في صفها وتقلب الموقف لصالحها كل مره كده. وبعدها بنرجع لوقت التصوير وبنشوف تينا وهي مستغله كل دقيقه في القرايه ومذاكره السيناريو حتى في الكواليس والاستراحه عشان تفضل دايما في مستوى عالي ومبهره قدام المخرج، ولدرجه ان الممثله الكبيره بتروح لها مخصوص وبتقول لها انها معجبه بثباتها الانفعالي وقوه ادائها قدام الكاميرا وبتطلب منها تنصحها ازاي تقدر تكون زيها. وفعلا تينا بتديها شويه نصايح من خبرتها الجديده والممثله بتشكرها جدا وبتحس انها اتعلمت منها كتير. وبنوصل لتصوير اخر مشهد في المسلسل، والمفروض ان تينا اللي بتقوم بدور الاميره هتكون هي الامبراطور الجديد في النهايه، لكن تينا بتقرر تضيف لمسه ابداعيه من عندها عشان تخلي المشهد اقوى، فبتاخد الكرباج من واحد من الحراس اللي واقفين وبترميه على الارض بقوه كرمز لفرض سيطرتها وقوتها كحكمه جديده. وبعد ما المشهد بيخلص والمخرج بيقول كات، يونج كالعاده بتحاول تقلل من تينا وبتروح للمخرج تسخنه وتقول له ان تينا دي انانيه ومغروره وعملت كده عشان تسرق الكاميرا وتظهر في دور البطوله لوحدها. ولما المخرج بيسال تينا عن تفسيرها اللي عملته ده هي بترد عليه بكل ثقه وذكاء وبتقول له انها عشان تحضر للدور ده قعدت تقرا كتب تاريخيه كتير جدا واكتشفت ان في كذا امبراطور في التاريخ عملوا نفس الحركه دي كرمز لكسر القواعد القديمه وفرض نظام جديد، وانها عملت كده عشان تدي المشهد واقعيه اكتر وتخلي الناس اللي بتتفرج ومثقفه تاريخيا تحس بمصداقيه العمل. وطبعا المخرج بيقتنع جدا بكلامها وبيعتذر لها انه فهمها غلط وبيبدا يسقف لها بحراره هو وكل طاقم العمل ما عدا يونج اللي بتكون واقفه بتغلي ومش قادره تنطق بكلمه من الصدمه. وبالليل هان بيكون قاعد مع تينا وهي بتساله سؤال كان محيرها طول عمرها، هو ليه هي اتولدت تخينه قوي كده؟ فبيقول لها ان ده بسبب ادويه غلط، لان والدتها وهي حامل فيها كانت هتموت وتجيب ولد، وعشان كده كانت بتروح للدجال بيديها دواء اسمه اندروجين عشان يحول الجنين من بنت الولد، لكن الدواء ده لعب في جيناتها وخلاها تتولد بنت بوزن كبير جدا وهرمونات ذكوره عاليه، وده سبب كل معاناتها في حياتها القديمه. وتاني يوم بنشوف يونج وهي مع والدتها في الشارع بيشتروا حاجات وبيروحوا على تجارب اداء للمسلسل الجديد، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا تينا موجوده هناك هي كمان ومستنياهم، وبيكونوا مستغربين هي ازاي بتعرف اماكن كل تجارب الاداء دي. ويونج بتتعصب عليها وبتقول لها ان دي ثالث مره تيجي تسرق منها مسلسل، فتينا بترد عليها ببرود وانها مش حراميه وانها تستحق كل دور بتاخده عشان هي اشطر منها. وبعدها بتروح تقف على جنب وبتطلب من السيستم يزود ذكائها لاقصى درجه عشان تكسب الدور ده حتى لو هتخسر حاجه تانية في المقابل. وبعدها بنشوف يونج وهي بتمثل قدام لجنه التحكيم واداها بيعجبهم جدا وبيقولوا لها انها تقريبا كده ضمنت مكانها في المسلسل، لكن لما تينا بتدخل بيطلبوا منها هي كمان تمثل مشهد، ويونج بتتضايق جدا وبتقعد على جنب وهي متغاظه، وتينا بتبدا ترقص قدام اللجنه رقص احترافي ومبهر والكل بيعجب بيها جدا وبيقولوا انها موهبه نادره ومميزه. وبره الاستوديو يونج وامها بيتخانقوا مع تينا كالعاده، لكنها مش بتسكت لهم وبتهزقهم وبتمشي. وبالليل تينا بتفضل سهرانه مع هان طول الليل عشان تحفظ الدور الجديد، وهان بيحاول يقنعها انها لازم ترتاح عشان هتتعب، فبتقول له ان التعب بالنسبه لها هو الراحه الحقيقيه، وبيسالها اذا كانت شاطره وناجحه كده في حياتها الاولى، فبتقول له انها لو كانت ناجحه فعلا ما كانتش هتحتاج انها تلجا لسيستم زيه عشان يساعدها، لكن هان بيكشف لها سر خطير جدا وبيقول لها ان الموضوع ده عكسي، بمعنى انها كل ما بتاخد نقط ذكاء اكتر بتخسر من وزنها وجمالها، والعكس صحيح، وانها لو فضلت على الحال ده ممكن في يوم من الايام تتحول لهيكل عظمي وتموت، ولازم تكون حذره ومتوازنه في اختياراتها. وتاني يوم تينا بتكون قاعده بتفطر مع الست صاحبه المكتبه، لكن فجاه بتدخل عليهم بنت الست دي وبتزعق وبتتخانق مع امها وبتقول لها ازاي تسمح لبنت غريبه زي دي تعيش معاهم وتصرف عليها فلوس المعاش بتاعتها. ولما امها بتحاول تفهمها ان دي فلوس ايجار المكتبه مش من المعاش، بنتها بتزقها وبتقول لها انها جايه تاخد حقها بايدها. ولما تينا بتحاول تدافع عن الست الكبيره البنت بتضربها برجلها، والام بتطرد بنتها العاقه دي بره المكتبه. وبعدها بنشوف تينا وهي موجوده في استوديو تصوير عمل جديد، وبتكون بطله العمل الاساسيه اتصابت في رجلها ومش قادره تكمل تصوير المشهد اللي عليه الدور، وطبعا بتكون في ورطه كبيره
لان الممثله دي معروف عنها انها بتأدي كل مشاهد الاكشن بتاعتها بنفسها ومفيش لها اي دوبلير او بديله جاهزه. والمشهد اللي جاي ده بيكون مشهد قتال صعب ومعقد جدا، وهنا تينا بتستغل الفرصه وبتروح للمخرجه وبتقول لها بكل ثقه انها تقدر تعمل المشهد ده بدلها، وفعلا بيجيبوا لها لبس شبه لبس البطله بالظبط وبيحضروها للمشهد. ولما بيجي وقت التصوير البطله المصابه بتكون قاعده جنب المخرجه وبتتفرج وهي بتتريق وبتقول ان البنت الجديده دي غالبا مش هتقدر تكمل الدور لان المشهد صعب جدا ومحتاج احترافيه. لكن تينا بتبهر الكل، وبما انها بقت عندها معرفه وذكاء خارق بتقدر تأدي الحركات القتاليه بمهاره عاليه جدا. بس فجاه الممثل اللي قدامها بيكون اذكى منها وبيغير الحركه في اخر لحظه، وكان هيغلبها ويضربها بجد، لكن هي بسرعه بتستخدم 5 نقط غاليه من السيستم بتاعها عشان تنقذ نفسها في اللحظه الاخيره وتكمل المشهد بشكل خرافي. وطبعا كل اللي في اللوكيشن بيسقفوا لها بانبهار، واول لما بتخلص المشهد السيستم بيحذرها وانه انقذ حياتها المره دي، بس هي تضطر تدفع 8 نقط دي من وزنها وصحتها. وبعد المشهد على طول البطله بتروح لتينا وبتقول لها بغرور انها من النهارده بقت الدوبلير الرسميه بتاعتها وبتديها الفلوس بتاعتها كاش. لكن قبل ما تينا تمسك الفلوس البطله بترميها على الارض باهانه وبتمشي وهي متضايقه من نجاح تينا الواضح ده. ولكن الموضوع مش بيفرق مع تينا لانها محتاجه الفلوس دي جدا في الوقت الحالي. ولما بترجع البيت بالليل بتاكل كميات كبيره جدا من الاكل عشان تعوض النقص اللي حصل في وزنها بسبب استخدام نقط السيستم. وهام بيطلب منها تاكل بالراحه عشان ما تتعبش. وتاني يوم في التصوير تينا بتكمل شغلها كدوبلير الممثله الكبيره في مشهد ضرب عنيف وبتتضرب بجد كتير قوي. والممثله الشريره دي بتحاول تهين تينا وتذلها بزياده، فبتتعمد تخلي المخرج يعيد المشهد اكتر من مره بحجه انها مش راضيه عن الاداء عشان تينا تتضرب اكتر وتتبهدل قدام الكل. وبعد ما المشهد بيخلص والمخرج بيمشي الممثله بتروح عند تينا وبتتكلم معاها بوقاحه وبتقول لها انها فاهمه دماغها كويس قوي وانها عارفه انها بتعمل كل ده عشان تسرق منها الدور والاضواء في النهايه. وتينا مش بترد عليها وبتسيبها وبتمشي بهدوء. ولكن بعد شهر بالظبط بتكون الممثله المغروره دي قاعده بتتفرج على التلفزيون وبتلاقي ان كل البرامج الفنيه جايبه سيره تينا وبيمدحوا في موهبتها وهي ما حدش بيجيب سيرتها اصلا، وده بيخليها تتجنن اكتر. وبعدها بنشوف تينا وهي قاعده مع هان في البيت وبتحكي له على اللي حصل، فبيقول لها ان الممثله دي اكيد دلوقتي بتكرهها ومش طايقاها وبينصحها انها ما ينفعش تكمل بالاسلوب ده في الشغل وانها لازم تكسب حب الناس واحترامهم مش عداوتهم. لكن تينا بترد عليه وبتقول له انها بتحاول تكون كويسه مع الكل بس في ناس معينه هي اللي بتحاول تفشلها وتحاربها وانها مستحيل تسمح بده يحصل وانها فاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه. وبعدها مخرجه مهمه بتتصل بتينا وبتقول لها ان السوشيال ميديا كلها مقلوبه عليها وان الكل بقى في صفها ومتعاطف معها جدا بعد ما تصرف فيديو ليها وهي بتتهان وبتتضرب في الكواليس من البطله اللي المفروض تحترمها كدوبلير ليها. وفي نفس الوقت الممثله المغروره دي بتكون في بيتها تتجنن ومش فاهمه ايه اللي بيحصل وازاي الراي العام اتقلب ضدها كده فجاه، لحد ما السكرتيره بتاعتها بتدخل وبتقول لها ان شركات الانتاج كلها بتطالبها بدفع الشرط الجزائي لكل اعمالها اللي وقفت وان المحامي بتاعها سرق كل فلوسها وهرب بره البلد. وبتعرف اللحظه دي انها اتدمرت رسمي ومستقبلها اتقفل. وفي نفس الوقت اللي دي بتنهار فيه بتكون تينا قاعده مع منتجه كبيره جدا في المجال بتتكلم معاها في مشروع فيلم جديد بعد ما اسمها بقى ترند والكل عايز يشتغل معاها. والمنتجه بتقول لها ان هما الاتنين هيعملوا ثنائي ناجح جدا وهيكسروا السوق كله، وبتوريها صوره البطل اللي هيشتغل معاها في الفيلم. وتينا بتشكر فيه جدا وبتقول ان ليه مستقبل كبير والناس كلها بتحبه. وبعدها بترجع على البيت وبتبدا تحضر نفسها للدور الجديد، وهام بيحذرها وبيقول لها ان الموضوع مش هيكون سهل المره دي لان الناس اللي هي رايحه تتعامل معاهم دول صعبين جدا ومؤذيين. فبتقول انها اتعاملت معاهم قبل كده وعارفاهم كويس وبتفتكر لما كانت تخينه وكانوا بيعاملوها بمنتهى القسوه والوحشيه ويجبروها تاكل غصب عنها عشان يصوروا اعلانات تافهه. وهام بينصحها انها لازم تفكر مليون مره قبل ما تاخد اي قرار او تمضي اي عقد معاهم. وبتروح تينا عشان توقع عقد الفيلم الجديد مع صاحبه شركه الانتاج وهي بتطلب مبلغ كبير، فصاحبه المكان بتقول لها ان السعر ده غالي جدا ومبالغ فيه. فتينا بترد عليها بثقه وبتقول لها انها تضمن لهم ان الفيلم ده هيغطي كل السينمات وانها مش بتطلب اكتر من حقها. ولما بتلاقي ان صاحبه الشركه متردده ومش عايزه ترد عليها بتعمل نفسها تمشي، لكن الست بتندى عليها بسرعه وبتقول لها انها تديها 10% من اسهم الشركه بدل الفلوس. وبتوافق تينا على العرض ده لان عرضها الاصلي كان 15%، فالفرق مش كبير. وبنشوف يونج في الوقت ده وهي قاعده مع والدتها بيتكلموا وبيقول ان تينا اختفت تماما من البيت ومحدش عارف عنها اي حاجه، وان يونج شكت الممثله الجديده اللي ظهرت فجاه دي ممكن تكون هي اختها، بس محتاجين يتاكدوا الاول لان مستحيل حد يظهر من العدم وينجح النجاح ده كله في وقت قليل. وبعدها تينا بتنزل بوستر الفيلم الجديد على الانترنت وهي اللي مصمماه بنفسها، والبوستر بيعجب الناس جدا وبيعمل ضجه كبيره. وبتروح للمنتج اللي بيقول لها ان التصميم ده عمل ردود افعال قويه جدا، بس في ناس برضه بتشتم في
الكومنتات، فبتقول له انها محتاجه النوعين دول من الجمهور عشان ده هو الفن الحقيقي، والمنتج بيقول لها انهم هيطلعوا في لقاء صحفي عشان يردوا على كل الاسئله دي. وبعد اسبوع واحد بس من عرض المسلسل المنتج بيتصل بيها وهو طاير من الفرحه، وبيقول لها انهم خدوا تقييم 2.5، وده تقييم عالي جدا لمسلسل لسه في بدايته، ومعناه انهم هيكملوا باقي الحلقات. والخبر ده بيوصل ليونج عن طريق الكوافيره بتاعتها اللي بتقول لها انها بتموت في المسلسل ده، وانه احلى من مسلسلات يونج نفسها، ويونج وامها بيتغاظوا جدا. وبعدها تينا بتطلع في لقاء صحفي وهي لابسه فستان شيك جدا، وبتتكلم عن نجاح المسلسل وبتجاوب على كل الاسئله بذكاء وثقه. لكن لما الصحفيين بيبداوا يسالوها اسئله شخصيه، صاحبه الشركه بتتدخل وبتسحبها وبتقول انهم مش هيردوا على اي اسئله خاصه. وفجاه بيقرب منهم واحد من اكبر المنتجين في البلد وبيحط ايده على كتف تينا بطريقه مش مريحه، وهي بتستغرب من تصرفه ده. وصاحبه الشركه بتنقذ الموقف وبتاخده بعيد عشان يشربوا عصير. وفي نفس الوقت ده بتكون يونج وامها راكبين عربيتهم وبيخططوا لمصيبه جديده عشان دمروا بيها كل النجاحات اللي تينا وصلت له ده. وبعدها تينا بتقعد مع صاحبة الشركة المنتجة وبتصارحها بكل حاجة، وبتحكي لها قصتها الحقيقية، وانها كانت بنت تخينة جدا، وان اهلها كانوا بيعذبوها، وانها خست وغيرت اسمها وهربت منهم عشان تبدأ حياة جديدة. ولما صاحبة الشركة بتقول لها ان السر الخطير ده لو اتعرف ممكن يدمر شهرتها ويوقف مستقبلها كله، تينا بترد عليها بثقة وبتقول لها ان ده بالعكس هو اللي هيديها قوة وإرادة اكتر للنجاح، وان القصة دي هتكون مصدر إلهام لناس كتير، بس بتطلب منها ان الموضوع ده يفضل سر بينهم هما الاتنين وما يخرجش بره. وبالليل تينا بتكون قاعده مع الست صاحبه المكتبه اللي بتمدح في تمثيلها قوي، وبتقول لها انها بقت بتتفرج على كل اعمالها ومبسوطه بيها جدا، وبتبدا تقطع لها عنب عشان ياكلوه سوا. لكن فجاه اهل تينا بيهجموا عليهم في البيت وبيقولوا لها بغل انه ما ينفعش بطله وممثله كبيره زيها تعيش في مكان حقير وصغير زي ده. ولما تينا بترد عليهم وتقول لهم ان دي حاجه ما تخصهمش، الست الكبيره بتحاول تدافع عنها وبتطردهم بره، لكن يونج بتزق الست الكبيره دي في السن وبتوقعها، فتينا بتتعصب وبتضرب اختها بالقلم. ولكنهم بيستخدموا اخر كات معاهم وبيطلعوا فيديو قديم لتينا وهي تخينه، وبيقولوا انهم هيفضحوها في كل حته وهيخلوها فرجه للاعلام. ولما تينا بتسالهم هم عايزين ايه بالظبط، بيقولوا انهم عايزينها تخرج هي والست العجوزه دي من البيت عشان هم هيسكنوا فيه. ولما تينا بترفض، الست الكبيره بتضطر توافق عشان تمنع المشاكل، وفعلا تينا والست الكبيره بيسيبوا البيت وهم مقهورين. وتاني يوم على طول يونج بتطلع لايف على التيك توك وبتبدا تمثل انها ضحيه، وبتقول للناس ان اختها تينا هي اللي سرقت منها كل ادوارها عشان بتغير منها، وانها عملت عمليات تجميل كتير عشان توصل للشكل ده، وانها كانت تخينه ووحشه. وطبعا الفيديو ده بيقلب الناس كلها ضد تينا، وصاحبه الشركه بتتصل بيها تعرفها بالكارثه دي، لدرجه ان وهي بتتكلم في التليفون بيكون في واحد من الفانز المجانين بتوع يونج عايز يضربها بالسكينه في الشارع لانه فاكر انها اذت بطلته المفضله. وبالليل يونج بتكون بتحتفل هي وحبيبها المخرج، وبيقول لها ان مع انهيار تينا ده هو هيخليها البطله رقم 1 في البلد كلها الفتره الجايه بعد ما اختها خلاص اتدمرت وخسرت كل حاجه. ولكن في الوقت ده بتكون تينا لعبت اللعبه صح وعملت لايف هي كمان، وظهرت للناس وعرضت ليهم فيديوهات قديمه من كاميرات المراقبه اللي كانت في بيتهم زمان، بتبين ازاي اهلها كانوا بيعذبوها ويتنمروا عليها، وده بيرجعهم لنقطه الصفر وبيخلي الناس تعرف الحقيقه. وحبيب يونج بيتصل بيها وبيهزقها وبيقول لها انها غبيه وطلعته عيل صغير قدام الناس كلها. ومش بس كده، لا ده كمان بتكون تينا اتصرفت بذكاء وبعت شقه الست الكبيره موافقتها لناس تانيين غير اهلها. وطبعا اصحاب البيت الجداد بيروحوا يطردوا اهلها من البيت لانهم بقوا قاعدين في بيت مش ملكهم. وتاني يوم تينا بتاخد الست العجوزه الطيبه عشان تعيش معاها في القصر الجديد الفخم اللي هي اشترته، ولكن بنت الست الكبيره العاقه بتيجي وتوقفهم وبتطلب تعويض من تينا عن الفتره اللي امها قعدتها معاها، لكن تينا بترفض تديها مليم وبتقول لها انها تعوض الست الكبيره نفسها مش هي. ولما البنت بتحاول تتطاول على تينا، امها لاول مره بتضربها بالقلم على وشها، والبنت بتتسمر مكانها من الصدمه، وامها بتمشي مع تينا. وبعدها بنشوف تينا وهي بتقرا سيناريو جديد اسمه المراه البكماء، وبتكون القصه شبه قصه حياتها ومعاناتها، فبتطلب من السيستم انه يديها كل الالم اللي في القصه عشان تقدر تمثلها باحساس حقيقي. وفي حفله اعلان الفيلم ده يونج بتكون موجوده ككومبارس، ولكن تينا بتجيب نهايتها رسمي وبتعرض فيديو على الشاشه كبيره بيفضح يونج وهي رايحه فندق مع الممثل والمنتج الكبير، وبتثبت لكل انها مش ممثله شاطره ولا حاجه. ويونج بتتجنن وبتحاول تهاجم تينا، والامن بيطردها بره المكان، وحتى حبيبها المخرج بيتخلى عنها المره دي. وفي النهايه والدتها بتروح لها الاستوديو وهي بتصور، وبتحاول تستعطفها وتقول لها انها عانت كتير بسببها، وان ابوها هو اللي كان عايزها ولد وهو اللي كان بيديها الدواء، عشان كده هي كانت بتكره تينا لانها مصدر فقرهم وفضحتهم. وتينا بتسمع الكلام ده وقلبها بيتقطع، بس مش بتسامحها وبتخليهم يطردوها بره برضه. وفي الاخر تينا بتكسب جوائز كتير جدا عن كل اعمالها، وبتقف على المسرح وتشكر صاحبه الشركه اللي امنت بيها وساعدتها، وبينتهي الملخص وهي ناجحه ومشهوره وقدرت تحقق انتقامها.